بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تحية للجميع. بمجرد ما خرج الخبر وانتشر ديال أن فيسبوك حر أو أمين منير اكتشف البترول أو النفط وهو يقوم بحفر بئر، قلت مع راسي نبحث قبل ما نهضر، ناخذ شوية ديال المعلومات ولو غير شوية، نقوم بتقاسمها مع الإخوان والأخوات، عكس واحد العديد تاع الناس اللي كيخلطوا كيهضروا بواحد العجلة وبواحد التسرع وكل شيء زربان، لأنه نحن في عصر السرعة. فعلاش الإنسان ما بقاش كيبحث؟ ربما لأن العقل تاع الإنسان أصبح يناقش التفاهة أكثر ما يناقش الأفكار، يناقش الأخبار التافهة أكثر ما كيناقش الأفكار. وربما لأن العقل أيضا وجد البديل عن الكتاب. فالكتاب يعني هو الصديق، هو الرفيق اللي وقت ما كتحتاجو كتلقاه، ولو في الليل أو النهار، في أي وقت، وفيه معلومات وفيه تجارب وفيه خبرة اللي يمكن يستفد منها الإنسان، وتكون يعني كنبراس اللي غادي ينير له أو يبين له الضوء في طرق مظلمة. وأكبر تفاهة على حساب التجربة المتواضعة ديالي، على حسب ما كنشوف، أكبر تفاهة كاينة في العصر الحديث هي كرة القدم. فالإنسان اللي كيتبع كرة القدم 100% راسو عامر باللي ماتش، يعني بدل ما يكون عامر بالكتب، ويعني الكتب مفيدة، فهو كيبقى يناقش من بعد أي ماتش، كيبقى يناقش في هذاك الماتش والخطة ديال الحكم في جميع، في الممشى، المدرسة، العمل، الشارع، البحر، في الممشى، وهو يناقش كرة خصها تلعب، ولكن الكتاب خصو يتقرا مادامنا حنا أمة اقرا. مشيت لواحد الموقع اللي كندخل ليه مرة سميتو persi.com، يعني www.persee.fr. كتبت في واحد لاكاز كاين الفوق غاز اي بترول او ماروك، خرج ليا واحد الكتاب سميتو كيي دوتر مار، يعني دفاتر ما وراء البحر، فيه واحد الموضوع سميتو بترول او ماروك، يعني البترول في المغرب. خرج ليا واحد الموضوع جميل جدا، فيه معلومات جميله، ولكن ما نقدرش نقراه كامل لانه خاصو يتطبع، ولكن ما عنديش لامبريمونت. فيما بعد ان شاء الله سهل الله تعالى ونطبع هذاك الكتاب، واي كتاب لقيته مفيد نطبعه ونقرا، لان القراءه تغذي العقل والطاجين يغذي المعدة. فهذا الكتاب لقيت فيه دي افون 1914 دي sointements d'huile avaient été découverts en bordure des rives et à l'est de la plaine d'Iran. قبل 1914، يعني تسريبات أو تسربات ديال البترول اكتشفت في حدود الريف، ماشي وسط الريف ولكن في حدود الريف، وكذلك في الشرق ديال سهل الغرب. بمجرد ما انتشر الخبر جاو الشركات الخاصة دي سوسيتي بريفي اللي كتهتم بالبحث عن البترول في المغرب. وهنا هذاك الشيء اللي لقاه امين، يعني داك الشيء اللي لقاه ربما شي حاجة مسربة، يعني على حسب ما كاين هنا، وهناك توافق يعني ما بين الكلام اللي قال امين وما بين هذا الشيء اللي قريت دابا. جات الشركات اللي كتهتم بالبحث عن البترول بدات كتقلب، بدات كدير عمليه التنقيب، واللي استمرت من 1919 حتى 1928. حفرت ما يقارب 5000 متر، يعني ماشي كلها، ولكن داك الشيء اللي حفرته جمعته ولقاتو 5000 كيلومتر، بحيث انه واحد 3 سونداج العمق ديالهم 300 متر اللوح. ولكن الشركات عياو لانه ما لقاوش شي حاجه مهمه، صافي عياو كيتصاوبوا بالياس. 1929 ظهر واحد الاورغانيزم، يعني واحد الهيئه او مؤسسه في المغرب اللي هي بيرو دو ريشيرش اي دو بارتيسيباسيون مينيير، يعني مكتب ديال الابحاث والاستثمار في المجال ديال التعدين. ثم ظهر ايضا واحد الشركه
اللي هي سوسيتي شريفيان دي بترول، الشركة الشريفة للبترول. والكتاب تيقول على أنه فعلا البترول فيما بعد تكتشف يعني بكميات قليلة في منطقة الغرب، وهناك آبار اللي تكتشفت وتستغلت وجفت، من بينها واحد البئر سميتو بئر عين حمراء اللي تستغل خلال الحرب. كيقول لك اودي راه تستغل خلال الحرب. واش الحرب ديال الحرب العالميه الثانيه او الحرب اللي كانت في المغرب؟ يعني جف قبل 1947، يعني عين حمراء في منطقه بودرع، وهذه المناطق انا ما كنعرفهاش، كان في الكتاب. الكتاب كيقول ايضا على انه التنقيب البروسبكسيون يمتد من الشمال حتى الجنوب تاع المغرب. يعني كانت شركات متعدده، منها شركات بلجيكيه فرنسيه، الالمان، الامريكان، فرنسا، واحد الشركه مروكو ايطاليا، يعني ما بين المغرب والطليان، واكتشفوا فريمون الغاز. ايضا اكتشفوا الغاز. وكيتكلم ايضا على الميناء ديال الناظور اللي كان كيستقبل يعني البترول، كان كيتوزع داخل المغرب. فهو كتاب فيه معلومات. يعني هاد التسريبات اللي لقى امين ممكن تكون يعني مقدمه ديال واحد البشرى، او مقدمه ديال شي حاجه ممكن تاكد في المستقبل. وغيقول لك واحد راه الشركات جاء وداروا المسح وقلبوا وكذا، ولكن الارض لله، الارض راه ديال الرب عز وجل. فما يدرينا، الله سبحانه وتعالى ربما بغى شي حاجه كاينه في باطن الارض تكتشف بوقت. ربما كنت اكتشفت دابا، كون رحنا داخلين مع الدول الخليجيه اللي شعل فيها الحرب بسبب الغاز والبترول، الحرب اللي شعل في ايران الغاز والبترول. وإلا سقط الخليج والعياذ بالله وسقطت ايران، فين غادي يمشيو هاد الامريكانيين هما الحلفاء ديالهم؟ غادي يمشيو لافغانستان، حتى هي فيها الغاز والبترول. ويقال على ان الغاز والبترول اللي كاين في افغانستان يمكن ان يجعل هذا البلد مثل السعوديه ومثل الامارات ومثل قطر، وفيها معادن، من بينها واحد المعدن يدخل في صناعه البطاريات ديال السيارات. الحرب المشتعله في اوكرانيا، نيجيريا ايضا. ترامب قال لك اودي غادي نضرب نيجيريا او ندخل في نيجيريا، لانه في نيجيريا كيتقتلوا المسيحيين، وهذا الشيء كامل كيدور على البترول في نيجيريا. البترول ديال فنزويلا، وراه مصيبه، هذه راه كارثه. يعني الحمد لله والشكر لله، ربما كاين بترول يعني لا يعلم الا الله، ولكن الرب عز وجل يريد سبحانه وتعالى، انا في وجهه نظر ديالي المتواضعه، يريد ان يجنبنا ما لا يحمد عقباه. ولا كان شي بترول غادي تكتشف بالوقت ديالو. يعني المهم غير نسلكوا من الحروب ومن الاطماع اللي هي مشتعله الان في العالم بسبب الغاز والبترول والثروه المعدنيه. انا كيقول لي واحد الدماغ، الحرب العالميه الاولى والثانيه اشتعلت بسبب الثروات، ومن بينها الغاز والبترول. كيقولوا لنا على ان الحرب العالميه الثانيه اشتعلت مثلا بسبب اغتيال ولي عهد النمسا. اي هذا سبب ظاهر، ولكن ما هي الاسباب الخفيه؟ هناك المعادن في الذهب والماس والحديد والبوكسيت يعني معادن كثيره جدا، وزيد عليها البترول والغاز الطبيعي. قد تكون هذه مقدمه لبشرى، ولكن ما علينا الا ان ننتظر. في امان الله.